حسيت إن أنت أقل من اللي حواليك؟ إنك مش قادر تتكلم، مش بتعرف تقول رأيك، لازم تفكر كتير قبل ما تقول أي حاجة، إنك حتى مش عارف تاخد خطوة في حياتك. خليني أقول لك إن الثقة بالنفس مش حاجة بنتولد بيها، مش حاجة جوانا وبتكبر. الثقة بالنفس دي مهارة بنكتسبها على مدار حياتنا. وخليني كمان أبسطها لك خالص، إن الثقة بالنفس مش معناها إن أنت تكون عندك جراءة وإن أنت يبقى صوتك عالي وإن شخصيتك جامدة. لا خالص. الثقة بالنفس إن أنت تحس بس إن أنت كفاية، إن أنت مقتنع باللي جواك، إن أنت مقتنع بنفسك، بمهاراتك، بكفاءتك، بتقدر تقدر روحك وتبص لها النظرة الصح. في سؤال مهم جدا ممكن يكون جه دلوقتي في دماغنا: إيه اللي بيخلي أصلا ثقتنا بنفسنا تضعف؟ خلينا نتكلم بوضوح إن الثقة بالنفس مش معناها إنك أنت الموضوع جالك فجأة. لا، الموضوع ده بيكون على مدار الوقت، على مدار العمر. الثقة بالنفس بتتهز بالتدريج. بمعنى كتر النقد، لو ناس حواليك كتير بينقدوك باستمرار ده يسبب لك عدم ثقة بالنفس. إن الواحد بيخش تجارب كتير في حياته ممكن ما ينجحش فيها، أو بتحصل له صعوبات وأزمات، فبيحس من جواه إن هو مش كفاية، مش قادر إنه يكمل، مش حاسس إن هو عنده المقدرة إنه ينجح في الحاجة دي، فبالتالي بتضعف شخصيته. المقارنة، المقارنة دي سلاح صعب جدا بنتواجه بيه من اللي حوالينا. بعض الناس بيقعدوا يقارنوا، يا إما الأم مثلا ممكن تقارن أولادها ببعض، يا إما مثلا المدير يقارن ما بين موظفينه، يا إما بيحصل مقارنة بين الأصدقاء. المقارنة عموما، خلينا نقول إن المقارنة عموما حاجة صعبة جدا، لأن لو جينا اتكلمنا فيها بمضمون عام إن كل واحد فينا مش شبه التاني. كل واحد فينا مميز، مميز بقدراته، مميز بخبراته، مميز بإمكانياته. مفيش حد فينا شبه التاني خالص. المقارنة حاجة ممكن تهد الثقة بالنفس. ممكن كمان إن شخص واحد بس يكون في حياتك زمان قال لك كلمة أو جملة في موقف تسبب إن ثقتك بنفسك تفضل مهزوزة بقية حياتك. وزي ما احنا متفقين في سلسلة خطوة بخطوة إن مفيش مشكلة وملهاش أكتر من حل. مشكلة ضعف الثقة بالنفس ليها حلول كتير، من ضمنها هقول لك 3 حلول بسيطة جدا. أول خطوة ودي مهمة جدا: إنك تتوقف عن جلد الذات. ارحم نفسك شوية. كفاية تأنيب ضمير، أنا فاشل، أنا السبب، أنا ما عملتش. طب ما تدي لنفسك أعذار، وإن أنت ممكن كنت محتاج وقت كفاية إن أنت تشتغل على نفسك وتطلع حاجة أكبر. ممكن الظروف اللي حواليك هي اللي خلتك إن أنت ما تقدرش تكمل المشروع ده أو ما تكملش الحاجة دي، فتسببت إن أنت ما قدرتش تنجح فيها. ليه دايما ما بتديش لنفسك أعذار؟ ليه دايما متحامل على نفسك؟ أنت مش دايما السبب. ممكن الظروف اللي حواليك هي السبب إن هي وصلتك لكده. فنتوقف شوية عن جلد الذات ونبدل الكلام بتاعنا، بدل أنا فاشل لا أنا هحاول، بدل أنا معرفتش لا أنا هتمرن، أنا هقدر، أنا لسه بتعلم، أنا محتاج خبرة أكبر. صدقني الموضوع هيفرق جواك جدا. بس خلي بالك، الموضوع ما بيجيش في يوم وليلة. انت بتدرب نفسك من جديد، نظام ونمط وروتين داخلي يقدر ان هو يظبط حياتك بعد كده ويخليك تحس بإحساس إيجابي جواك تجاه نفسك. تاني خطوة، والخطوة دي مهمة جدا، إن إحنا نواجه المخاوف بتاعتنا. إيه الكلام الكبير ده؟ يعني إيه أواجه مخاوفي؟ يعني ببساطة خالص الحاجات اللي أنت كانت صعبة عليك وحاسس إنها كبيرة جدا، لازم تفهم إن الثقة بالنفس مش هتيجي لما أنت تنط نطة كبيرة أو تعمل بلان قوية أو تشتغل على شغل عالي جدا يظهر كفاءتك. لا والله، أنا ممكن أشتغل بخطوات بسيطة جدا توصلني للحاجات الكبيرة دي. فخلينا ناخدها خطوة خطوة عشان نقدر إن إحنا نوصل للنتيجة اللي إحنا نفسنا نوصل لها. تالت خطوة ودي خطوة مهمة جدا، وهي إن أنت تواجه مخاوفك. يعني إيه مخاوفي؟ كل الحاجات اللي كانت بتعطلك في حياتك، قلقان إن أنت تقرب منها، ابدأ بخطوات بسيطة صغيرة. لو بتخاف إن أنت تشتغل على حاجة معينة وحاسس إن أنت مش كفاءة فيها، لا ابدأ بخطوات صغيرة. مثلا لو هتعلم لغة وحاسس مثلا إن كل الوظائف اللي بتتقدم لي محتاجة لغة مثلا، طب إيه المشكلة لما أنا أشتغل على نفسي في اللغة، أخد خطوة خطوة فيها. مش لازم إن أنا أدخل أروح واخد مثلا كورسات كبيرة بتكاليف عالية، لا خالص. أنت ممكن تشتغل على حاجات بسيطة تقوي نفسك وتدي لنفسك المهارة، تدي لنفسك الثقة. الموضوع هيختلف تماما بعد كده. وفي نهاية حلقتنا النهاردة
لو أنت حاسس إن شخصيتك ضعيفة وإنك مش قادر تتعامل مع المجتمع اللي حواليك، خلّيني أقول لك إن أنت مش هتكمّل على كده، بالعكس أنت جواك طاقة وجواك حاجات كتير جدًا حلوة وجميلة ومميزات، حاول إن أنت تستفيد منها، حاول إن أنت تمرّنها، حاول إن أنت تشتغل عليها كويس جدًا علشان تقدر توصل لهدفك وتوصل للي أنت نِفْسك تعمله. خلّينا نقول إن كل مشكلة في حياتنا نقدر إن إحنا نحلّها مع بعض ونستفيد منها كمان، بس الموضوع هيبقى خطوة